السلام عليكم. تعالوا النهارده نحضر حلوى في منتهى الجمال، احلى من بلح الشام وصوابع زينب. هتنافسهم في الطعم والسهوله والجمال، سهله سريعه اقتصاديه. بنص كيلو من السميد هتحضري طبق من الحلويات تحفه قوي، بدون بيض ولا لبن ولا فرن. هنحضر حلوى في منتهى السهوله. لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه لو اول مره بتشوفوني. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، ونبتدي في الوصفه بتاعتنا. علشان اي حلوى مقليه تكون مقرمشه لاطول فتره، ممكن يوم ويومين كمان، لازم يكون الشربات بتاعنا بارد تماما. فهنحضره من بدري شويه. هيكون معايا كوبايتين من السكر وكوبايه ونص من الميه، ونرفعهم على النار مع التقليب، بس يكون تقليب بهدوء شويه، ومنخليش السكر يجي على جوانب الكسرولة بتاعتنا. لو في اي ريم او اي شوائب بنشيلها بالمعلقه. وبعد ما السكر مع الميه يغلوا ونشوف ان السكر داب تماما، بنضيف معلقه من عسل الجلوكوز. لو مش متوفر مش مشكله، يعني مش ضروري ابدا. عسل الجلوكوز اللي ما يعرفش ان هو بيخلي الشربات بتاعنا بيلمع، وكمان السكر بتاعنا ما يسكرش خالص. ممكن نستعمل عصرة من عصير الليمون او نقطتين من عصير الليمون بداله. بنسيب الشربات يغلي على نار متوسطة لمدة 7 دقايق، وبنطفي عليه. بنحط باكت فانيليا، وبعد ما بنشيله من على النار بحط نقطتين من الفانيليا السايلة. الميكس الفانيليا ده بيدي طعم في منتهى الجمال، وجربه وقولوا لي في كومنتات. لتحضير العجينة هيكون عندي نص كيلو من دقيق السميد. دقيق السميد بدون إضافات، سايب، بنجيبه من عند العطار أو باكيتات جاهزة. نص كيلو من السميد، نص كوباية من الدقيق، وكمان عندي معلقتين كبار من السكر. وما نزودش سكر عن كده علشان الحلوى بتاعتنا واحنا بنقليها ما تاخدش لون بسرعة اول ما ننزلها في الزيت. عندي كمان رشة ملح بسيطة، وكمان رشة من الفانيليا، وكمان عندي معلقة كبيرة من الخميرة. انا هنا قلبت، كنت نسيت الخميرة وافتكرتها وانا بقلب، فضفت معلقة كبيرة من الخميرة، حوالي 10 جرام خميرة. بقلب وقلب كويس جدا. ويفضل ان احنا هنا بقى نبالغ في التقليب. عايزة كل حاجة تكون مندمجة مع بعض، كل المواد الجافة تكون مندمجة كويس جدا مع بعضها. بعد كده هضيف ربع كوباية من الزيت على سمنة. لازم يكون زيت على سمنة؟ لا، هو مش لازم طبعا، ممكن يكون زيت بس. السمنة بتخلي الحلويات دايبة، والزيت بيخليها مقرمشة. انا عايزة استفيد من الخاصيتين، فحطيت ربع كوباية زيت على سمنة. هبسها كويس جدا بقى، بالسميد كويس جدا بالمادة الدهنية لحد ما زي الرملة المبلولة. وبعد كده هبتدي اضيف السوائل هنا هتكون كوبايتين من المية. في الاول خالص انا ضفت كوبايتين الا ربع، لكن مع التقليب حسيت ان الخليط تقيل شوية على المضرب، فضفت ربع كوباية اللي فاضلة معايا. انا ضفت شوية بشوية لحد ما وصلت لكوبايتين من المية. هنا ما نبالغش في العجن خالص، يا دوبك بس بنقلب تقليب بسيط جدا. بندخل المية في حبات السميد. هنا انا بوريكم ان انا اخدت كوبايتين كاملين زي ما هما. زي ما احنا عارفين ان كل دي مختلف عن التاني، في دي بياخد سوائل كتير، في دي بياخد سوائل قليلة. يعني دي اللي عندي هنا اخد كوبايتين مية، ممكن عندك ياخد اقل. ويكون قوام العجينة مظبوط، وما نخليهوش تقيل قوي وما نخليهوش سايح خالص، ما نخليش العجينة سايحة خالص. خد جوانب الطبق بالسباتولا، وهساوي سطح العجين بالشكل ده، وهغطي العجينة، وتكون العجينة بتاعتي متغطية بشكل كامل، يعني تكون الكيس ملامس العجينة، لان لو العجينة تعرضت للهواء العجينة هتعمل قشرة وهتنشف معايا. هسيبها حوالي نص ساعة، مش تختمر، هي تريح بس لحد ما حبات السميد تشرب السوائل كويس والعجين يفتح معايا شوية. بعد نص ساعة بيكون ده شكلها، يكون زي ما انتم شايفين كده العجينة فتحت. بهبط التخمير حاجة بسيطة وببدأ اشتغل. ده البلبلة اللي هشتغل بيها، دي بلبلة بلح الشام، واللي هي كمان بنشتغل بيها البيتي فور، هتشتغل معايا برضو في كيس. وما نبالغش طبعا في كمية العجين، نحط كمية صغيرة بكمية صغيرة عشان الكيس متقطعش معايا. يكون عندي زيت غزير ويكون سخن، بس ما يكونش درجة حرارة غليان، بيكون سخن كده في الوسط. نبدأ نضغط بالكيس ونقطع بالمقص، نضغط بالكيس ونقطع بالمقص. ولو حسيتوا ان العجينة بتلزق في المقص بنبل المقص بشوية مية ونبدأ نقص العجينة. هنا نبدأ نقلل النار شوية، نهدي النار شوية عشان ما تاخدش معايا لون بسرعة، ويكون القلب بتاعها ني ويعجن معايا. بصوا شكلها تحفة.
نقلي حبة بحبة ومنحطش عجين كتير في الزيت علشان تاخد فرصتها انها تنفش شوية وكمان تتحمر كويس. بنصفيها كويس من الزيت وبنبدأ نحطها في الشربات، وزي ما اتفقنا في اول الفيديو مع بعض ان الشربات بتاعنا يكون بارد. بنسيبها 3-4 دقايق في الشربات لحد ما تشرب كويس قوي. لو حابينها تشرب للاخر بنسيبها وقت اطول، لو حابينها بس القشرة الخارجية تكون شاربة الشربات والقلب مش شارب قوي بنسيبها حوالي دقيقتين بالكتير. وبس كده. بصوا شكل الحلويات بتاعتنا من جوه عاملة ازاي، تحفة. هي شبيهة بالمشبك السوري بس دي طريقة التشكيل السهلة شوية. شاربة شربت للآخر طعمها جنان. أتمنى تجربوا الوصفة دي وتقوليلي في الكومنتات. إذا عجبكم الفيديو لايك وشير، سبسكرايب للقناة لو أول مرة بتشوفوني. أشوفكم على خير في وصفة جديدة وفيديو جديد. كان معاكم حلو حادق مع شيماء، مع السلامة.